في لغز كده محيرني بقاله فترة. كلنا تقريبا اتربينا على شعار عيش حياتك من غير ندم، أكيد، دي جملة بنسمعها في كل حتة. في الأغاني والأفلام، وبنقولها لبعض كنصيحة. بس الغريب إن العلم والأبحاث الجديدة بتقول لنا العكس تماما. يعني بتقول إن النصيحة دي ممكن تكون من أخطر النصايح اللي ممكن نتبعها. امم فالنهاردة مهمتنا نحل اللغز ده. معانا مصادر قوية جدا، مراجعات لكتاب دانيال بينك اللي عمل ضجة قوة الندم. هنحاول نفهم ليه الشعور اللي كلنا بنكرهه ده ممكن يكون هو مفتاح حياة أفضل. في تحليل النهاردة هنتكلم عن موضوع بيمس كل واحد فينا حرفياً، شعور ممكن يكون سبب في وجع كبير، بس في نفس الوقت بيخبي جواه قوة عظيمة لو عرفنا بس نستخدمها صح. هنتكلم عن الندم، ويمكن نغير كل فكرة كانت عندنا عنه. أكيد كلنا سمعنا الشعار ده قبل كده، no regrets أو بدون ندم. بنشوفه في كل حتة، تاتو على الدراع، بوست على فيسبوك، أو حتى فلسفة حياة ناس كتير بتحاول تعيش بيها. بس السؤال هنا، هل دي فعلاً فلسفة عميقة ونبيلة ولا مجرد وهم خطير بنضحك بيه على نفسنا؟ طيب، عشان نجاوب على السؤال ده خلينا نتحدى الفكرة اللي اتربينا عليها، فكرة إن الندم ده شعور وحش ومدمر تماماً. هي ببساطة خرافة. الحقيقة إن الندم جزء أساسي ومفيد جداً من كنا بشر، والدليل على كلام ده هو حاجة اسمها استطلاع الندم العالمي. الكاتب دانيال بينك جمع فيه أكتر من 16,000 قصة ندم من ناس زينا، وال16,000 قصة دول كانوا من 105 دولة، وده بيورينا إننا بنتكلم عن ظاهرة عالمية، إحساس مشترك بين كل البشر بغض النظر عن ثقافتهم أو عايشين فين. طيب، الكمية الضخمة دي من البيانات بتخلينا نسأل سؤال مهم جدا. يا ترى إيه اللي ممكن نكتشفه عن نفسنا كبشر لما نبص جوه كل قصص الندم دي؟ إيه الأسرار اللي ممكن تطلع؟ هنا بقى بتيجي فكرة عبقرية جدا. الندم ده عامل زي النيجاتيف بتاع الصور القديمة. يعني إيه؟ يعني الحاجات اللي بنندم عليها هي بالظبط اللي بتورينا زي الصورة ما بتظهر إيه أكتر حاجة ليها قيمة عندنا في الحياة، بتوضح لنا إيه اللي يهمنا بجد. واللي اكتشفوا البحث ده حاجة مذهلة بصراحة. كل آلاف قصص الندم دي على اختلافها بتتلخص في 4 أنواع أساسية بس. أول نوع ندم التأسيس، وده زي لما الواحد يندم إنه مصحوش بدري يذاكر أو مهتمش بصحته أو محوش فلوس. النوع التاني ندم الجرأة، وده عن كل الفرص اللي ضيعناها عشان خفنا، كل الأبواب اللي كانت مفتوحة وما دخلناهاش. تالت حاجة الندم الأخلاقي، لما نعمل حاجة ضد قيمنا ومبادئنا. وآخر نوع، وده يمكن أكتر نوع بيوجع، ندم العلاقات، لما بنهمل الناس اللي بنحبهم أو بنخسرهم بسبب تصرفاتنا. وال4 أنواع دول مش مرتبطين بثقافة معينة أو بسن معين، لأ، دي زي ما تكون مراية بنبص فيها كلنا وبتعكس أعمق احتياجاتنا ورغباتنا كبشر. طيب، خلاص عرفنا إن الندم ده جزء لا مفر منه في حياتنا. السؤال الأهم دلوقتي، نعمل بيه إيه؟ إزاي نحوله من مجرد إحساس مؤلم لحاجة إيجابية؟ وهنا النقطة المحورية كلها، الهدف مش إننا نعيش من غير ندم، ده مستحيل. الهدف هو إننا نعرف نتعامل معاه صح، بشكل منتج، نحوله من حجر بيعطلنا لوقود بيزقنا لقدام. والعلم بيقترح علينا عملية بسيطة بس قوية جدا من 3 خطوات. أول حاجة الكشف أو الاعتراف، ودي محتاجة شجاعة، إن الواحد يعترف بندمه ده حتى لو لنفسه بس. مجرد ما بنقوله بصوت عالي كأن حمل بيتشال من علينا. الخطوة التانية التعاطف مع الذات، ودي بدل ما نفضل نجلد في نفسنا، لا، نتعامل مع نفسنا بالراحة زي ما بنكلم صديق عزيز غلط غلطة. والخطوة التالتة استخلاص الدرس. هنا بقى بنحول الوجع ده لحكمة، نحلل الموقف كده ونسأل، طيب أنا أتعلم إيه من اللي حصل ده عشان ما يحصلش تاني؟ خلينا بقى نقف شوية عند أهم خطوة فيهم واللي ممكن تكون الأصعب كمان، وهي التعاطف مع الذات. طيب، إيه هو التعاطف مع الذات ده؟ ببساطة شديدة هو طريقة من 3 أجزاء بنواجه بيها أخطائنا وفشلنا، والأساس بتاعها هو إننا نتعامل مع نفسنا بلطف ورحمة بدل القسوة. وده بيتعامل عن طريق 3 حاجات. أولاً اللطف مع الذات، يعني الصوت اللي جوه دماغنا ده بدل ما يكون ناقد قاسي طول الوقت يبقى صوت حنين وداعم. تانياً الإنسانية المشتركة، ودي فكرة عظيمة جداً على فكرة، إننا نفهم إننا مش لوحدنا، كل الناس بتغلط، كل الناس بتحس بالندم، ده جزء من تركيبتنا كبشر. وثالثاً اليقظة الذهنية، ودي معناها إننا نشوف الألم بتاعنا زي ما هو بهدوء من غير ما نكبره قوي أو نهرب منه.
مجرد ملاحظة للشعور من غير ما نحكم عليه. بس السؤال المهم هنا، إزاي كل الكلام الجميل ده بيتحول فعلاً لتطور حقيقي في شخصيتنا؟ وهنا لازم نفرق بين مفهومين قريبين من بعض بس مختلفين تماماً. القبول معناها إننا نعترف إن الحاجة الوحشة دي حصلت خلاص وبقت جزء من قصة حياتنا من غير إنكار أو هروب. أما المسامحة فدي خطوة بتيجي بعدين، ومعناها إننا نسيم بقى مشاعر اللوم والغضب من نفسنا على الأخطاء اللي عملناها. والأبحاث بتورينا حاجة مدهشة جداً، إن القبول هو المفتاح. القبول مش بالضرورة المسامحة، هو الخطوة الأولى الحاسمة اللي بتسمح لنا نتعلم من أخطائنا. القبول هو اللي بيفتح الباب للنمو. في الآخر ممكن نبص للندم ده بصة تانية خالص. الندم بتاعنا ممكن يكون هو البوصلة بتاعتنا. زي ما الكاتب بيقول بالظبط، لو اتعاملنا معاه صح مش لازم يوقعنا، بالعكس ده ممكن يرفعنا لفوق. والخلاصة كلها في الجملة دي، أخطائنا مش هي اللي بتعرفنا، اللي بيعرفنا بجد هو إزاي بنتعلم من الأخطاء دي. فبدل ما نهرب من الندم أو نرفع شعار مفيش ندم، يمكن الأحسن إننا نسمع له، نحاول نفهمه ونتعامل معاه بحكمة ورحمة. وده بيسيبنا كلنا مع سؤال مهم جدا نفكر فيه، يا ترى الندم اللي حاسين بيه ده بيحاول يعلمنا إيه؟